بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة. تعادل الأهلي مع البنك الأهلي في ماتش كنا محتاجين في النقط دي. احنا مش حمل إن ينزل مننا نقط، لأن كده الزمالك لو كسب الماتش الجاي هيفرق عننا نقط. شوف الزمالك هيفرق عننا نقط وهنبقى في المركز الرابع. فماتش ما كناش حمل فيه خسارة نقط، خسرنا نقطتين مهمين جدا في سباق الدوري. بشوف إن هم دول من أهم النقط اللي كنت ممكن تقدر تاخدها في الدوري كله. في الوقت اللي انت بتحاول تقرب فيه من بيراميدز وسيراميكا، الاتنين وقعوا والاتنين بيدولك هدية انك تكسب وتقرب منهم في النقط، لا انت بتخسر نقط. وبنلعب بدون اسلوب لعب واضح، والارهاق والاجهاد باين على اللعيبه بشكل غير طبيعي. انا مش فاهم البدن اللي هيتنقل اخر الموسم ده، البدن بتاع اللعيبه. زيزو بيلعب وهو مصاب، طلع مصاب. اللعيبه بادئه الماتش تحس ان مفيش اسلوب، مفيش هويه لعب واضحه. بنك الاهلي بيهاجم، بنك الاهلي فعاليته كانت احسن من فعاليتي حتى طول الماتش، مش في بدايه الماتش بس. بنك الاهلي فعاليته احسن من الفعاليه بتاعتي. احنا طول الماتش بنلعب لعب عشوائي. اكتر ماتش عشوائي شفته لسه رب هو الماتش ده. اكتر ماتش عشوائي في الفريق شفته هو الماتش ده، بدون اسلوب لعب، بدون تكتيك. بدأ بأشرف بن شرقي جناح يمين، وأشرف بن شرقي عايز يعمل لأشرف بن شرقي ستايل غير الستايل بتاعه. أشرف بن شرقي مهاري، يدخل يقطم يشوط يعني، إنما مش يرقص ويلعب عرضيات. ده مش ستايل أشرف بن شرقي. فمش هنغير يعني ستايل اشرف بن شرقي عشان يلعب في المركز ده. يعني مش فاهم اشرف بن شرقي لعب هنا ليه. وانت بدات بزيزو، وزيزو بيلعب وهو مصاب وانا عارف كده. بدات بزيزو وهو مصاب، ماشي، متحمل على الاصابه ويكمل ويلعب. طب ليه هو اللي ما لعبش جناح يمين واشرف بن شرقي اللي يلعب صانع لعب؟ وليه اصلا انت تنزل جناح لصانع لعب؟ انت عندك مروان عطيه واليو ديانج وبن رمضان. لو كنت بدات بالثلاثه دول في خط النص انت كنت هتحكم على خط النص، هتسيطر عليه. لما انت بتلعب بدون خط النص، رجعنا للطريقه اللي بدانا بها تاني مع ريبيرو، اللي هي مش هنلعب بلاعب صانع العاب وهنلعب بكل النجوم في الماتش، هندفع باللعيبه كلها في الماتش. فانا مش فاهم طريقه فاشله جدا، اول مره اشوفها من نيستر بالطريقه دي. ما فيش طريقه اصلا، ما فيش لعب، عشوائيه. عشوائيه. من يعني مش تشوف الماتش كده تقول لا في فكره بتطبق. لا، ما كانش في فكره بتطبق خالص في الماتش ده، ولا فكره بتطبق ولا يحزنون. ما فيش حاجه بتلعب خالص. برضه سلسله مش عارف ايه المدوره اللي بنلعبها دي. لما انت عندك كل حارس ضامن انه هيلعب ماتش او ماتش، لا. ايه التنافسيه في كده؟ مش فاهم يعني. اللي حارس ماتش وحارس ماتش، ايه التنافسيه في كده؟ انت بتعمل مدوره كل حارس ضامن انه هيلعب الماتش بتاعه. الشناوي يلعب وحش عادي هيلعب، شوبير كذلك لو لعب وحش هيلعب. النهارده بيدخل فينا الجون الاول الشناوي والله بيترمي كده، بيترمي وايديه عامله كده، بيترمي ايديه حراس المرمى، بيترمي ايديهم كده. لا، الشناوي يبدا بيترمي وايديه كده. ما تفهمش بيرمي علينا السلام ولا ايه؟ يدخل فينا اول الاهداف في الشناوي بطريقه غريبه. يعني طبعا غلطه الدفاع مش كلها غلطه الشناوي، بس لو تعيد الهدف تاني وتشوف طريقه رميه الشناوي على الكوره، لا دي مش طريقه حراس مرمى ابدا، ابدا. وشوبير لما يلعب بيثبت نفسه. الشناوي لما يلعب بيخلق. الشناوي لما يلعب بيدخل في جوان ساذجه. اراهنك ان لو شوبير في الماتش ده هو اللي كان صدها. يعني لو شوبير بيلعب كان هيصد الكوره دي. لكن مش فاهم يعني، مش فاهم ليه ايه المداوره الغريبه دي. يعني أنا اول مره انتقد دي السروب يعني. ارجع الفيديوهات اللي فاتت انا بطبل ليه السروب، طلعت بيه السما. لكن سلسله المداوره اللي بيعملها بالحراس ديت حاجه مش مفهومه. الاصرار على كوكا كباك شمال، ليه بجد ليه؟ هل كوكا بيرفع عرضيه؟ حتى لو بيرفع، هل بيرفعها صح؟ كوكا لو رفع 50 عرضيه في الماتش هتيجي واحده منهم صحيحه او مش هتيجي. بس انما كوكا ما بيعرفش يرفع عرضيات. ليه ما بنشوفش بالعمله حتى في القايمه يا اخي؟ يعني طب ليه كوكا؟ شكري بيرفع عرضيات، لاعب شكري. مش فاهم بتلعب كوكا ليه يعني؟ مش فاهم ايه الحكمه انك تلعب كوكا، مش فاهم. مركز غريب. لعب نص ملعب محوله الباك شمال، يعني مش فاهم ليه كوكا بيلعب. بدات باحمد عيد اللي باين يعني. وبالمناسبه محمد هاني نزل كمان وحش، هو كمان على اتنين وحشين. باكات النادي الاهلي اليمين الاثنين وحشين. فاحمد عيد مش على المستوى المطلوب. محمد هاني مش على المستوى المطلوب. الاثنين دول ما كانوش في حالتهم. بيكهام النهارده، انا مش هنتقد بيكهام. بيكهام لعب النهارده ماتش كويس يعني. بالنسبه لبيكهام لا ده ماتش كويس بالنسبه لبيكهام يعني. احمد رمضان بيكهام لا بالنسبه لمستواه، لا هو لعب النهارده مستوى كويس. قدم النهارده. ياسين مرعي كان بيحاول على كل كوره
لكن ياسين مرعي ده زي ما بقول لك هو لسه مش ياسين مرعي، لا هو قابل للتطور، هو دلوقتي مستواه وسطي، هو قابل للتطور. كان نفسي النهارده اشوف عمرو الجزار يلعب بدل بيكهام، يعني مش عارف ليه ما دخلش الجزار لحد دلوقتي، بما ان بيكهام قد بس مش عارف ليه الجزار ما دخلش لحد دلوقتي، مش عارف دي حاجه مش فاهم. مروان عثمان اديك شفناه النهارده كلنا، قعدنا نقول مروان عثمان ومروان عثمان، هو النهارده هو مظلوم، هو ما جالوش كور اصلا، يعني الكوره اللي جات له نادره، الكوره اللي جات لمروان عثمان نزل كامش، مش هنحكم عليه من دلوقتي، لكنه ضيع كوره غريبه ومن لمسته لا، مش ده مهاجم النادي الاهلي، مش برضه يعني ما تاخدوش بكلام، انا ما بحكمش عليه، انا بحكم على لاعب من خلال الماتش، انما كهو لاعب وافد جديد لسه اول ماتش له لا، مش هنقيمه ولا هنتكلم عليه. لكن اللي عمله كامش النهارده ده يعني كلاعب في الفريق لا ما لعبش ماتش حلو، انما مش هنقيمه لان اول ماتش له. فانت بالنسبه لك كل اللعيبه ما كانش في حالاتها الا لاعب واحد بس وهو تريزيجيه. تريزيجيه النهارده هتقول لي ضيع كور كتير وعمل كتير، مفيش الا تريزيجيه اللي كان بيهاجم اصلا، الفرص كلها عن طريق تريزيجيه، مفيش غير تريزيجيه اللي كان بيشوط على المرمى، مفيش الا تريزيجيه اللي كان بيهدد. بالرمضان مش فاهم ماله بالرمضان، يعني بالرمضان يا اخي العب يا اخي ورينا انك عندك كوره حتى، يعني صلوبي ما شافش منك كوره، صلوبي ما شافش منك كوره، ما شافكش في كاس العالم يعني، ورينا بقى ان عندك كوره، لعبت النهارده اساسي طورت 90 دقيقه العب بقى، ما مسكش في الفرصه، ما خدش فرصته في غياب امام عاشور. ادينا كلنا شفنا الاهلي النهارده في غياب امام عاشور عامل ازاي، امام عاشور فنان لا احد يختلف عليه، امام عاشور يفرق مع اي نادي، مع اي في اي ماتش، لا امام عاشور فارق، فارق بمراحل عن اللي بعده. ف... فالنهارده الاهلي من غير امام عاشور اتعادل، والماتش اللي فات من غير امام عاشور يانج افريكانز في تنزانيا اتعادلنا برضه، قبلها كسبنا بامام عاشور، قبلها كسبنا بامام عاشور، فامام عاشور له تاثير واضح على الفريق، لكنه اخطا ويتعاقب طبعا، يعني انا مع الاداره في هذا العقاب. برمضان ما مسكش فرصته، مروان عطية انا مش فاهم ليه بقى بيطلع من بدري، بقى تبديل، بيبقى تبديل في الماتش، مع اني بقول لمروان عطية هو يكمل الماتش الاخر لكن مروان عطية متعب ومنهك، مروان عطية تعبان، مروان عطية اجهاد، برضه انت بتلعب ماتش كل يومين، كل يومين تلعب ماتش، فمش فاهم ايه الحكايه دي يعني، ادي راحه اللعيبه، ادي راحه للعيبه، يعني برضه هنا الاسطوره بيعمل روتيشن، اعمل مداوره بين اللعيبه كلها، مش كل ماتش ننزل يعني كده. عمل مداوره النهارده محمد هاني، ما لعبش محمد هاني، ياسر ابراهيم طبعا للاصابه، اليو ديانج طبعا ريحه، هو عمل مداوره بس احنا شفنا اليو ديانج النهارده لما نزل، لا اليو ديانج فرق لما نزل، وكان النهارده مش هقول في يومه لا، بس فرق النهارده لانه مسك لك خط النص. انا كنت شايف من اول، بصوا يا جماعه خط النص ده مركز ما ينفعش نلعب فيه، هم ثلاث لعيبه خط نص يلعبوا خط نص، ما ينفعش نجيب لاعب جناح نحطه في خط النص، لا المركز ده لا ما ينفعش تلعب فيه خالص، بالذات خط النص ده. ممكن ترجع كوكا باك، مش عارف تلعب مين، تلعب باك جناح، لكن خط النص ده ما يتلعبش فيه ابدا، ابدا. ممكن تلعب جناح مهاجم، لا خط النص ما يتلعبش في حاجه ابدا، كل اللعيبه تنفع تلعب في كل مراكز الا اللاعب اللي مش خط نص ما يلعبش خط نص. النهارده انت خسران، خسران اصلا خط النص من اول ماتش، انت خسران خط النص، صراحه خط النص خسران، بنضرب بمرتدات من البنك الاهلي اللي فعاليتهم كبيره جدا على المرمى، شكلوا خطوره على المرمى البنك الاهلي على النادي الاهلي. فانا شايف ان الماتش النهارده ما كانش حلو ابدا، عشوائيه شديده جدا جدا جدا. اشرف بن شرقي مش هو اشرف بن شرقي لانه مش في مركزه، مش في مركزه، اشرف بن شرقي مش اشرف بن شرقي. بالرمضان علامه استفهام كبيره، لازم نعرف يا جماعه بالرمضان ماله، بالرمضان علامه استفهام كبيره جدا جدا جدا، كلنا عارفين انه لاعب كوره وحريف، فين بالرمضان بقى؟ عليه علامه استفهام. احمد عيد صفقه بايظه من اولها، انا بقول لك احمد عيد صفقه بايظه. كوكا ما اعرفش ليه الاصرار على كوكا وليه ما بندخلش بن عمرو، النادي الاهلي نزل بيان قال لك ان بن عمرو لسه ما وصلش الجاهزيه الكافيه للماتشات. يا عم حطه في القائمه يا عم، فرجنا على بن عمرو ولو اديله الجاهزيه للماتشات، ما هو ما عندوش الجاهزيه، ما ياخدها واحده واحده، انما مش نستبعده خالص بره القائمه. موضوع بن عمرو ده برده لغز، لغز موضوع بن عمرو. بدأ الماتش النهارده في الثانية 53 الأهلي شاط تسديدة حلوة، تريزيجيه شاطها حلوة قوي بعد خطأ من دفاع البنك الأهلي، بعد كده بقى في الدقيقة ال 11 أول جول للبنك الأهلي بركلة حرة، خطأ دفاعي وخطأ من محمد الشناوي يتحمله الاثنين، أحمد عيد ومحمد الشناوي الاثنين دول اللي هيتحملوا الخطأ ده. لعب عرضية مصطفى شلبي حطها بالراحة سهل قوي جون بدون أي مضايقات. ده 12 تسديدة من تريزيجيه، خلي بالك لحد دلوقتي تسديدتين الأهلي هما تريزيجيه اللي شايطهم مقابل جول البنك الأهلي.
ده 21 ركنيه، مروان عطيه خدها شاطها حلوه، كان جمله من زيزو واشرف بن شرقي. اشرف بن شرقي لعبها لمروان عطيه اللي شاطها، الجدار صدها، رجعت لرمضان شاطها، الجدار صدها تاني. ده 22 بنك الاهلي لعب ركنيه حلوه قوي راسيه كانت هتيجي جون، لولا ستر ربنا جت فوق القائم. ده 26 فرصة جول للبنك الأهلي، فرصة جول للبنك الأهلي. الشناوي كالعادة يكرر أخطائه اللي هو مش موجود في الماتش، لكن بيكهام يصدها، بيكهام اللي صدها مع خط المرمى. كانت فرصة خطيرة قوي للبنك الأهلي، وخلي بالك البنك الأهلي في حاليته أحسن. ده 29 اتصاب زيزو، طلع نزل حسين الشحات. ده 40 تريزيجيه برضه اللي بيشوط. ده 44 فاول وانذار ظالمين على حدود منطقه الجزاء ارتكبه احمد عيد. مش شايف ان في اي حاجه، كتف في كتف. الحكم النهارده ما كانش عاجبني ابدا ابدا ابدا. احمد عيد دخل كتف في كتف، الحكم اداها فاول وانذار لاحمد عيد، فانا شايفها غريبه من الحكم الصراحه. خلص الشوط الاول، بدايه الشوط الثاني بتسديده للبنك الاهلي في الدقيقه 51، يعني من الدقيقه 45 للدقيقه 51 الاهلي لسه ما هاجمش. لحد الدقيقه 60 من اول الشوط الثاني اول تسديده للنادي الاهلي لتريزيجيه برضه تريزيجيه النهارده كان مصدر الخطوره الوحيد، بالرغم من انه كان بيتقانى وبيروح بكوره، لكن ما فيش الا هو اللي كان بيلعب اصلا. فتريزيجيه بالنسبه لي النهارده لا، هو احسن لاعب في الماتش. ده 65 طلع مروان عطيه واحمد عيد وكوكا، تبديلات منطقيه، نزل محمد هاني وديانج وكاموش. كاموش نزل في الدقيقه 65 بدون اي فعاليه. يذكر ان جراديشار اول لما جه كان نزل قدام بيراميدز خسرانين 1-0 برضه، اول لمسه جاب جون، وبعدها جاب ضربه جزاء امام عاشور ضيعها. انا بوريك بس ايه، ده اول ماتش لده وده اول ماتش لده. الله اعلم، ممكن كاموش يتالق ويبقى احسن من جراديشار، بس انا بقول لك وتاني وتالت ورابع انت موتت جراديشار عندك. مش عارف، كان جت احصائيه على قناه اون سبورت في الدقيقه 66 ولا 67، 20 عرضيه للاهلي منهم اتنين بس صحيحه. اتنين بس. جوده الباكات اللي بترفع العرضيات، تخيل ان في النادي الاهلي من بعد علي معلول ما فيش حد بيرفع عرضيه. انت مفتقد للمركز ده، المركز ده قوه هجوميه كبيره في اي فريق في العالم، انت مفتقد للمركز ده خالص، ما فيش. ده 79 تسديده حلوه من تريزيجيه برضه، ويضيع تريزيجيه هو الاكثر فعاليه، هو الاكثر فعاليه. ده 80 برضه تريزيجيه بهدف عالمي المره دي، عالمي. عدى حلو قوي، ثبت الكوره حلو قوي، ارتو جميل جميل جميل، يسجل هدف التعادل للنادي الاهلي. نكمل بقى، نهاجم بقى، ندوس بقى، دوسنا بس ما فيش فعاليه على المرمى، ما فيش تسديدات على المرمى، ما فيش خطوره. مع يس اوروبا عمرنا ما شفنا الماتشات ما فيهاش خطوره كده، يعني اول مره اشوف يس اوروبا ماتش بدون فعاليه هجوميه. انا دايما بشوف يس اوروبا بيلعب اللعب المباشر، التحولات اللي هي اللعبه اللي توصلك للجول. النهارده ما فيش حد وصل للجول، هو تريزيجيه محاولات من على الجناح بيحاول يضم ويشوط بس، محاولات فرديه من تريزيجيه. كجمل الجماعيه لا، ما شفناش جمل النهارده من النادي الاهلي، ما شفناش المثلثات اللي كانت بتتعمل بين امام عاشور موقوف طبعا. انا مش فاهم عقليه امام عاشور يا جماعه، عقليه امام عاشور. وكان في ضربه جزاء لمروان عثمان، عدى من مهاجم، عدى من المدافع وضربه كوع في ظهره ووقعه، والحكم ما حسبهاش حاجه. مش فاهم، التحكيم النهارده كان سيء جدا جدا جدا. مش فاهم ليه ما حسبهاش، يعني مش فاهم، ولا حتى الفار ناداله، مش فاهمها دي الصراحه يعني. باي طريقه النادي الاهلي، أنا مش عايز اعلق الماتش على الحكم لان لعبنا وحش، لكن الحكم كان وحش هو كمان. ده 84 فرصه ضايعه من كاموش، سهله جدا جدا، قلشها طبعا كاموش وطلعها بره زي ما قلت لك. يعني اللاعب المفروض يمسك الفرصه، كاموش قلشها وضيعها. ومروان عثمان باين انه مهاجم برده، مش اللي هو مش التقيل، مش المهاجم اللي يعتمد عليه. محمد شريف طبعا بره، حسابات صوره بره احلى حاجه والله عملها، لكن كمروان عثمان وكاموش اتمنى ان هم يجيبوا الفورمه اللي تليق بهجوم النادي الاهلي. نزل طاهر وطلع مروان عثمان في الدقيقه 88. ده 92 تريزيجيه بيحاول براسيه، مفيش غير تريزيجيه اللي بيحاول، مفيش غير تريزيجيه اللي بيحاول. نزلت حسين الشحات، مش هو حسين الشحات. مش فاهم ايه الاجنحه ايه كتر الاجنحه اللي في الماتش ده. يعني الحاجه ما الذي تغير في هذه المباراه ان بنلعب بس باتنين نص ملعب والباقي كله اجنحه، بتحاول تخلي الجناح صانع العاب، ودي حاجه مش مفهومه وعمري ما هبلعها وعمرها ما هتحصل، وعمر ما جناح ينزل يلعب صانع العاب ويتالق دي ابدا. تقييم اللاعبين، الشناوي كان بيرمي علينا السلام النهارده في جون صفر الشناوي، كفايه بقى يعني، كفايه يعني، مش هتكلم في موضوع الشناوي تاني. حارس كبير وعظيم وعمل تاريخ عظيم وتاريخ كبير، لكن ده من زمان خلاص. الشناوي دلوقتي ما بيفرقش ايده وهو بيترمي، الشناوي دلوقتي مش الشناوي،
خلاص كفايه كفايه عليه كده، خلاص يعني انتهى دوره. كفايه بقى صد يا شناوي صفر. كوكا لا يقوم بادوار الباك، عرضياته كلها سيئه جدا جدا جدا. ما بحبش اتفرج على كوكا في الملعب، ما بيمتعنيش، ما بيورينيش حاجه كده من جماليات مركز الباك. من بعد علي معلول واحنا المركز ده ضايع خالص. صفر لكوكا. ياسين مرعي حاول بيحاول. ياسين مرعي 4/10. بيكهام زي ما قلت لك قدم احسن ماتشاته. 5/10 لبيكهام. احمد عيد يعني كنت عايز اقول انا اسف يا محمد هاني، بس انت يا محمد هاني نزلت عملت ماتش سيء. كنت عايز اعتذر لك بس انت نزلت عملت ماتش زي احمد عيد يعني بالظبط. فصفر لاحمد عيد. مروان عثمان 7/10. مروان عطيه 7/10. ومش هقيمه، ومروان عطيه طلع تعبان ولازم نجيب حد بداله يريح. بالرمضان 4/10. ما لعبش ماتش يعني بالرمضان مش فاهم بالرمضان ده. مش فاهمه، مش فاهم ايه مشكلته. زيزو مش هنقيمه لانه طلع بدري. تريزيجيه 9/10. مروان عثمان صفر. بن شرقي 4/10. مظلوم بن شرقي في غير مركزه ابدا. مروان عثمان ده مش فاهم. مش فاهمك يا مروان عثمان. انت كمان ماتش حلو ماتش وحش النهارده، ما جاتلوش فرص، لعب عشوائي. البدلاء محمد هاني نزل ما عملش حاجه. صفر. ديانج 5/10. ديانج مش فاهمك يا ديانج برضه. انت ماتش حلو ماتش وحش، ماتش حلو ماتش وحش. النهارده ديانج مجرور نص ملعب. نص ملعب تماما نص ملعب. مفيش نص ملعب من غير ديانج. يعني حسيت بحاجه ناقصه كده. حسيت ان المرتدات بتتضرب علينا ومفيش حد بيوقف المرتدات دي. مفيش حد بيدافع. يعني مفيش حد بينزل يدافع. كله بيهاجم. كاموش المفروض ما قيموش بس يعني على مستواه صفر. طبعا محمد طاهر مش هنقيمه طبعا. نزل في اخر دقيقتين ثلاثه ما لحقش يلعب يعني. حسين الشحات 4/10. ما قدمش الماتش اللي هو يعني. ايمن الرمادي لعب علينا ماتش حلو. ايمن الرمادي لعب الماتش حلو النهارده. عجبني ايمن الرمادي. زي ما كنت بقول لكم قبل كده ايمن الرمادي من المدربين القلائل المصريين اللي عندهم تكتيكيات في ارض الملعب ولعب واضح وهويه واضحه للفريق اللي بيروح. اي فريق بيروح بيسيب فيه بصمه وهويه لهذا الفريق. ماتش النهارده وحش. هارد لك النادي الاهلي على فقدان النقاط. اتمنى الدوري ما يضيعش. اتمنى. كده نكون خلصت حلقتنا النهارده. السلام عليكم.